أم مثالية كرمها رئيس الجمهورية، بتطلع لايفات على تيك توك وملهاش في التكبيس ولا التحديات الغريبة ولا حتى الكوميديا، وما بتحبش التمثيل وبتدي نصائح للأمهات إزاي يحافظوا على بيوتهم. أسرار هتعرفها لأول مرة عن سالي حلمي، أخت الفنان أحمد حلمي، بعد ما بقت مشهورة وبيتابعها ملايين على السوشيال ميديا، وإزاي بقت مدربة تنمية بشرية. سالي أحمد حلمي أخت الفنان أحمد حلمي نسخة طبق الأصل منه، رغم الشبه الكبير بينهم إلا إن كل واحد منهم اختار طريقة مختلفة عن التاني للوصول لأهدافه. سالي ملهاش في الكوميديا نهائي ودايما بتظهر بشكل ثابت، وقدرت الفترة اللي فاتت تعمل قلق كبير على السوشيال ميديا وخصوصا التيك توك اللي بقت بتنزل عليه فيديوهات، وفي فترة بسيطة بقت صانعة محتوى بعد سنين من الاختفاء ومحدش يعرف عنها أي حاجة نهائي. لكن الجمهور لاحظ الفترة اللي فاتت إن سالي بدأت تظهر وتقدم محتوى، وده دفع الجمهور إنه يسأل عن مين سالي حلمي مدربة التنمية البشرية واللي بقت مشهورة كده في فترة بسيطة جدا. وسالي هي خبيرة تربوية وأخصائية في علم النفس، وبتشتغل في مدرسة انترناشونال كبيرة جدا، ومؤخرا بدأت تقدم محتوى تربوي على السوشيال ميديا وبتحاول تساعد الناس في حل المشاكل اللي بتقابلهم، وبتوجه نصائح لفئات مختلفة من المتابعين، لدرجة إنها في وقت قصير جدا بقى بيتابعها عدد كبير جدا على حساباتها، والجمهور بقى بيلقبها بماما سالي من كتر ما هي حريصة إنها تساعدهم في حياتهم الشخصية. كتير ما يعرفش إن سالي شقيقة أحمد حلمي، وتم تكريمها كأم مثالية من الدولة. الجائزة مقدمة ليها من رئيس الدولة، ودايما هنلاقي الفنان أحمد حلمي بيقف جنبها وبينشر صور ليهم وبيقول إنه فخور بأخته. وبجانب كل ده سالي أخدت دبلومة في التنمية البشرية والعلاقات الأسرية، وعندها خبرة كبيرة في العمل الميداني وتنمية قدرات الشباب ومساعدتهم في حل جميع المشاكل اللي بيعيشوها. بالنسبة للحياة الشخصية لسالي أخت أحمد حلمي، فهي متجوزة من فترة كبيرة جدا وعندها بنت وولد، وده كان سبب اختفائها وبعدها عن السوشيال ميديا لأنها كانت شايفة إنهم أولى برعايتها. لكن بمجرد ما كبروا بدأت سالي تكتشف هوايتها وتقدم فيديوهات وتبقى مشهورة على السوشيال ميديا. والحقيقة إن هنلاقي إن أحمد حلمي بيحاول يساعد أخته على قد ما يقدر، لدرجة إنه كان بيشارك معاها في فيديوهات وبينشرها على حسابه الرسمي، ودايما في أي مناسبة بيكون أول واحد في ظهرها وبيهنيها. وقبل كده نشر أحمد حلمي ستوري على حسابه بيعيد عليها بمناسبة عيد ميلادها، وكتبه قال: أختي حبيبتي وصديقتي، كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي يا حنينة وغالية، أجمل حاجة في علاقة الإخوات ببعض إن يكون بينهم صداقة. وبسبب علاقة سالي الكويسة مع إخواتها مرت بصدمة كبيرة وقت رحيل أخوها، وده كان ظاهر في المنشورات اللي كانت بتنزلها على حسابها بالفيسبوك. وهنلاحظ إنها نعيته بعد رحيله وقالت: رحيلك كسر ظهري يا حتة من قلبي، أخويا وأبويا وصاحبي وحبيبي. ومن وقتها حاول المتابعين إنهم يخففوا عنها، حتى الفنان أحمد حلمي كان بيحاول يهون عليها، وفضلت شوية في حالة من الزعل والاختفاء لحد ما ظهرت من تاني وفاجئت الجمهور بظهورها على التيك توك. وقدرت سالي تكسب قلب الجمهور بحشمتها واعتمادها الأساس على الحجاب مع استعنتها بالمكياج الخفيف، وده كان السبب إن المتابعين يحبوها ويلقبوها بماما سالي، واللي بقت بتشارك حياتها الشخصية مع المتابعين وتحكي لهم تجاربها مع زوجها وابنها وبناتها، وبقت في فترة بسيطة بلوجر معروفة.